معادلات أمنية جديدة. فبينما أعلنت إسبانيا رسميا التخلي عن شراء مقاتلة الإف 35 الأمريكية مفضلة الانضمام إلى مشاريع دفاع أوروبية، ترجح تقارير دولية قرب المغرب من إبرام صفقة تاريخية مع واشنطن لاقتناء تلك المقاتلة المتطورة. الإعلام الألماني يعلق على العلاقة المميزة للمملكة المغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ساهمت بشكل كبير في تمكن المغرب من شراء 32 طائرة شبحية من طراز F-35 بقيمة 17 مليار دولار. كما أن إسبانيا الجارة الشمالية للمغرب لم تتمكن من الظفر بالصفقة، ولجأت للاتحاد الأوروبي للمشاركة في مشروع خلق طائرات من نفس النوع. هل تشكل هذه الصفقة خطراً على إسبانيا والجزائر؟ ممكن أن تساهم برأيك معنا في التعليقات حول الموضوع. معادلات أمنية جديدة. فبينما أعلنت إسبانيا رسميا التخلي عن شراء مقاتلة الإف 35 الأمريكية مفضلة الانضمام إلى مشاريع دفاع أوروبية، ترجح تقارير دولية قرب المغرب من إبرام صفقة تاريخية مع واشنطن لاقتناء تلك المقاتلة المتطورة. خطوة إن تمت فإنها قد تغير موازين القوى في غرب المتوسط، ليس فقط بين المغرب وإسبانيا بل أيضا في معادلة الردع مع الجزائر، وسط تساؤلات عن قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل كلفة قد تصل إلى 17 مليار دولار. بعد قرارها المفاجئ تقرع الأوساط العسكرية الإسبانية أجراس التحذير أمام الحكومة الإسبانية بسبب قرار تخليها عن اقتناء مقاتلات F-35 الأمريكية. هذه التحذيرات العسكرية صاحبتها مخاوف بشأن موازين القوى الإقليمية، لا سيما مع الجار الجنوبي المغرب. ففي الوقت الذي تخلت فيه مدريد عن صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لشراء المقاتلات الأمريكية الأكثر تطوراً، كانت الرباط تحرز تقدماً في المباحثات مع واشنطن للحصول على مقاتلات F-35، خاصة مع إيجابية مواقف الرئيس ترامب تجاه الرباط. خبراء عسكريون إسبان أكدوا للحكومة في مدريد أن للمقاتلات أهمية عسكرية بالغة بالفعل، وأنه لا يوجد بديل عنها في المدى القريب، فقدرتها على الهبوط العمودي والتخفي تمنح مالكها هيمنة جوية في الإقليم. من جانبه يسعى المغرب رغم الوضع المالي الصعب للحكومة إلى تطوير قدراته الجوية. لماذا تخشى أوساط إعلامية عسكرية إسبانية امتلاك المغرب لمقاتلات F-35 رغم عضوية إسبانيا في الناتو والاتحاد الأوروبي ولديها أيضا قوة عسكرية كبيرة؟ مرحبا ريم، ومرحبا بضيفك الكريم محمد الشرقاوي من واشنطن. في الحقيقة هناك الصحافة الإسبانية نقلت مخاوف بعض القادة العسكريين الإسبان المتقاعدين من امتلاك المغرب هذه الطائرة، طائرة F-35، بعد أن تخلت إسبانيا بحسب ما قالت وزارة الدفاع الإسبانية عن اقتنائها لأسباب تتعلق بتفضيل إسبانيا الاستثمار والإنفاق في الدفاع الأوروبي. في الحكومة الإسبانية لم يبقى ما يمكن أن تشتري به إسبانيا هذه الصفقة من الطائرات الأمريكية، والتي كانت تقدر بنحو 6 ملايين يورو. إذن المخاوف هنا ربما ليست فيما يتعلق بتفوق المغربي بل فقط بامتلاك هذه الطائرة، بل أكثر من ذلك إن كان ذلك سيمثل تحولا استراتيجيا فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهل الولايات المتحدة الأمريكية راهنت على العلاقات الاستراتيجية مع المغرب على حساب إسبانيا. قد يصل خطاب التباهي بأن المغرب قد يكون أول دولة أفريقية وعربية تحصل على هذا الصنف من السلاح الأمريكي المتطور، F-35 لايتنينج الشبحية، بمعنى هذه الطائرة ذات القدرات التي ربما تصفق أو تتجاوز ما كان يحسب للF-15 وللF-16. هذا يدخل ضمن أيضا مسعى المغرب تجديد
أو تحديث أسطوره الجوي من طراز الإف 16 إلى ال 35. هناك أجواء وهناك اعتبارات سياسية واعتبارات جيوستراتيجية بين واشنطن والرباط في هذه المرحلة.